من يناير الذي قدمه لشعب السويس توافق احزاب المعارضه والقوى السياسيه قبل بدايه الثوره في 25 من يناير. الدعم بامان وقوة من اجل مصر، وقوة من اجل التغيير. بدأ الشعب المصري في المواسم غاوة في الصعوبة ويعاني من أزمات عميقة تشمل كل نواحي حياته وتسكن كاهلة، وتتواصل بأزمة سياسية حادة وأزمات اقتصادية اجتماعية وثقافية في ظل عجز النظام تماما عن وضع كل حلال لهذه الأزمات، ذلك لأنه يحكم منفردا ولصالح فئات محددة، ويستخدم كافة أساليب القهر السياسي لمواجهة الحركات السياسية والجماهيرية وإضعاف الأحزاب السياسية القائمة في سنوات رسالة من القوانين الاستبدادية وإجراءات قمرية وإدارية وبوليسية. لكن الدرس الثاني الذي أتى من تونس إنما عليه كان خلاصة النظام وألم كان تأثره بتاريخ تولى ويحتل الشعب ولا يعمل لصالحه. المرتب الخامس من 2011 هو تعديل من سياسات النظام ورتبة متكاملة بين الحركات السياسية والعدالة الاجتماعية ووحدة الوطن وقوته، ورتبة المحرمين والمكروهين الخاضعين للملك لصالح فئات محددة تسعى على حساب هذا الشعب وتمسك بكافة مقدرات الوطن، وتقوم ضد كل أشكال النظام السياسي والاضطرابين والاتفاقين والاجتماعين وتقوم لجنة الجبال على مداعين الذين على التغيير التي تتبع تدور الفكرة إنها رتبة من أجل مصر حاجة على الشعب العربي، حاجة على الشعب المصري. تعبان ما عليه سياسات السويس قبل بداية الثورة.